واش عمرك ربطتي قيمتك برضا الناس؟ الجواب باين، في غالب الأحيان في أغلب الحالات منين يعطينا الواحد اهتمام كنحسو براسنا مهمين، وإلا تجاهلنا كنطيحو ديما في سؤال واحد: واش فيا شي نقص؟ ولكن واش فعلا ممكن قيمتك يحددها غيرك؟ في هاد الحلقة غادي نهضروا على حقيقة وحدة واللي مهمة: انت القيمة ماشي الناس. بزاف منا تربينا على اننا نرضيو الاخرين، نكونوا مقبولين باش نحسوا بالقيمة ديالنا وسطهم. ماشي مهم المبادئ ديالك، الأهم هو تكون مثالي وترضي الجميع وتفهم أي واحد بحال شي آلة. ولكن في المقابل كتنسى راسك وسط الطريق، كتنسى بلي انت أهم من أي واحد آخر، وكتبدا تسول راسك: واش أنا داكشي اللي كنديرو كافي؟ ولكن الحقيقة صعيبة، عمرك غادي تكون في عين الناس كافي، حيت كل واحد كيشوفك بعين مختلفة وبحسب تجربته ومزاجه معك. ولكن انت كيفاش كتشوف راسك؟ واش عاطيها قيمة؟ حيت انت الوحيد اللي قادر تعطيها لراسك، ما تسناها من حتى واحد، حيت الناس كيعطيوك القيمة على حسب انت كيفاش كتقدر نفسك. وملي كتكون ديما كتحاول ترضي الجميع راه كتضيع راسك وما كتبقاش عارف شكون انت وشنو باغي تكون باش تبان مقبول. ولكن خليني نقولها لك بوضوح: القيمة ماشي شي حاجة كتعطى ولا كنطلبوها، قيمتنا حاجة كنفرضوها على الآخر بهدوء. ملي كتعرف راسك وما كتسمحش لتا واحد يتحدى الحدود معاك، ملي كتختار راسك بلا ما تسنى يختارك شي حد، تما كيكون بدا التغيير. ماشي كلشي غادي يفهمك ويحبك، ولكن ماشي مشكل، الأهم هو تكون انت كتبغي راسك ومكتفي بيه، وانت انسان زوين وقلبك نقي ونيتك طيبة. ولا بديتي كتحس بلي ما حتى واحد ما عطيك قيمتك، عارف انك في المكان الغلط، غادي يحسسوك انك ما كافيش. هادشي راه ما كيبدل حتى حاجه من قيمتك لراسك، بدل غير الوسط ديالك. القيمه ديالك ماشي هي راي الناس، القيمه ديالك هي كيفاش انت كتعامل مع راسك، هي الصوت اللي لداخل ديالك ملي كتكون ساكت وكيقول لك انا كافي، انا راضي على راسي كيف ما انا. في نهايه حلقتي اليوم غادي نقول لك: رد البال لراسك وقدروا وكون واضح مع نفسك، حيت ملي كتعطي القيمه لراسك حتى الاخرين غادي يعطيوها لك. كنتي معايا في حلقه جديده من بودكاست عنايه، نلقاك قريب. تهلا في راسك وديما دير في بالك، دير راس قيمه لراسك، قد ما درتي القيمه لراسك غيديروها لك الاخرين. وكيف ما كنقولوا حنا المغاربه: عزها تعزك.